ينوي نادي ريال مدريد الإسباني المطالبة بتعويض مادي خرافي لمشروع دوري السوبر ليج من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، ووفقا لما ذكرته شبكة سوفوت الفرنسية. ويسعى الريال لتحقيق الربح المالي من المشروع حتى لو كانت الفكرة في طريقها للموت، بعد قرار محكمة مدريد الإقليمية، حيث يريد الميرينجي وشركة A22 التي كانت تروج للمشروع الحصول على تعويض مالي يصل إلى 4 مليار يورو من الكيان الأوروبي المتحكم في كرة القدم بالقارة العجوز. ريال مدريد يطالب بالحصول على 4 مليار يورو من الويفا، وصدر القرار من المحكمة الإقليمية في مدريد يوم الأربعاء ليفيد بأن الاتحاد القاري يقوم بممارسات غير قانونية بشكل يتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر ذاته الذي ترى المحكمة أن الاتحاد الدولي للعبة يسير عليه. ويتجه الريال للحصول على التعويض المالي عن كل الأضرار التي تكبدها في سعيه لوصول المشروع لبر الأمان. وبعدما بات النادي الملكي وحيدا في المشروع بعد إجبار الويفا الأندية على الانسحاب من القصة برمتها، ولن يتم البت في طلب ريال مدريد بسرعة، حيث سيأخذ القضاء مجراه وتستغرق القضية الوقت الذي تأخذه مختلف القضايا، والذي قد يصل لأشهر عدة.